أهلا بكم، أنا يمنى وده بودكاست طمأنينة، مساحة أمان وسط كل القلق. في ناس كتير بتستنى يوم الجمعة عشان تنام أو تهرب من تعب الأسبوع أو تضيعه وخلاص. بس الحقيقة يوم الجمعة مش معمول عشان تهرب، يوم الجمعة معمول عشان ترجع لنفسك، لهدوءك ولربنا. ليه يوم الجمعة مهم؟ طول الأسبوع احنا بنجري، مواعيد، شغل، دراسة، ضغط، تفكير في الولاد ومسؤوليتهم، لدرجة ان احنا بنوصل لنهاية الأسبوع واحنا مش فاهمين احنا عملنا ايه ولا احنا رايحين فين. وعشان كده يوم الجمعة مش رفاهية، ده ضرورة. خليني أسألك سؤال بسيط، انت عامل ايه في حياتك؟ مش شغلك عامل ايه، مش الناس شايفاك ازاي، انت جواك عامل ازاي؟ مرتاح، مضغوط، تايه ولا مكمل وخلاص؟ بداية اليوم هي أهم حاجة. ابدأ يومك بهدوء وحاول تبدأه بدري. جرب كده تصحى اليوم ده الساعة 5 الفجر وتستغل أول ساعة في اليوم المبارك ده وتطبق قاعدة 20-20-20 اللي اتكلمنا عنها في حلقة الساعة 5 الفجر. ابدأ بحاجة بسيطة، قعدة هادية، تشرب قهوتك، تقعد شوية في صمت، ولو تقدر تقرب من ربنا شوية حتى لو دقايق. حاول تقرأ سورة الكهف تضيء لك بين الجمعتين، وأكثر من الصلاة على النبي تزيد بركة يومك. ولو ليك ورد قرآن اقرأه في بداية يومك، وطبعا ما تنساش أذكار الصباح. الهدوء اللي بيجي من جوه هو اللي بيظبط كل حاجة بره. اقعد مع نفسك شوية من غير موبايل، من غير دوشة، واسأل نفسك أنا حاسس بإيه؟ إيه اللي شغلني؟ إيه اللي تعبت منه؟ واكتب أفكارك في الورقة. ممكن تكتشف إنك مش كسلان، إنت بس مرهق. وممكن تكتشف إنك مش محتاج تعمل أكتر، إنت محتاج تهدى شوية. خليني أحكي لك حاجة. كان في شخص طول الأسبوع بيجري، شغل، مسؤوليات، ضغط، كل يوم يفتح موبايله ويقارن نفسه بكل الناس، ويبدأ يومه وهو حاسس إنه متأخر. كان دايما شايف إنه لازم يعمل أكتر ويضغط على نفسه أكتر. وعدى وقت طويل وهو نفس الإحساس ونفس الجري، لحد ما جه يوم الجمعة وكان تعبان جدا ومش قادر يعمل أي حاجة. فقال أنا مش هعمل أي حاجة، وقرر يعمل حاجة واحدة بس، يقفل موبايله ويقعد مع نفسه. وسأل نفسه أنا بعمل كل ده ليه؟ هل أنا مرتاح؟ واكتشف حاجة غريبة، إنه مش محتاج يجري أكتر، هو محتاج يهدي. ومن يومها بقى يوم الجمعة عنده مش يوم بيهرب منه من الحياة، بقى اليوم اللي بيرجع فيه لنفسه. يمكن القصة دي مش عن حد تاني، يمكن عنك أو عني أو عن أي حد فينا بيجري ومش فاهم ليه. جرب تعمل حاجة بسيطة جدا، رتب جزء صغير حواليك، سريرك، مكتبك، أي حاجة. هتحس إن في حاجة جواك بدأت تهدى، لأن الفوضى اللي حوالينا بتدخل جوانا من غير ما نحس. خلي يوم الجمعة هو اليوم اللي بتراجع فيه لأسبوعك. بص على أسبوعك اللي فات، مش عشان تحاسب نفسك، لكن عشان تفهم نفسك. إيه الحاجة اللي عملتها كويس حتى لو هي حاجة صغيرة؟ وإيه الحاجة اللي كانت صعبة عليك؟ ما تجلدش نفسك، اسأل ليه ممكن الحاجة دي كانت صعبة. يمكن كانت محتاجة تتقسم على الأيام مش تخلص في يوم واحد، لأن الفهم أهم من اللوم. ابدأ أسبوعك بذكاء. قبل ما تبدأ الأسبوع الجديد ما تضغطش على نفسك، اختار 3 حاجات بس انت محتاج تركز عليهم، وخلي هدفك انك تمشي مش تجري، لأن اللي بيجري ما بيوصلش لأي حاجة. في حاجة لازم تتقال، انت مش محتاج تبقى قوي طول الأسبوع، مش لازم تستحمل كل حاجة لوحدك ولا تكمل وانت منهك، لأن الاستمرار من غير راحة بيكسر الإنسان من غير ما يحس. يوم الجمعة ممكن يكون الفرصة الوحيدة اللي تسمح لنفسك فيها انك تبطأ شوية. قبل ما اليوم يخلص خد لحظة هدوء كده وقول يا رب أنا حاولت
أهدى شوية وأفهم نفسي. يا رب الأسبوع الجديد يبقى أهدى وأخف وفيه راحة قبل أي حاجة. جرب تعيش يوم الجمعة كده، مش كأجازة لكن فرصة إنك ترجع لنفسك قبل ما تضيع منك في زحمة الحياة. كان معكم طمأنينة. لو حسيت إن الحلقة دي لمست قلبك قولي في الكومنتس، وبعتها لحد عايز يهدى من تعب الحياة. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، خلي بالك من قلبك.